كلنا مقصرين مع ربنا، يعني واجباتنا تجاه ربنا مش دايما بنأديها ومش دايما بتكون على أكمل وجه. لكن الجميل بقى إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاملش حد فينا بعمله. عمرك صحيت من النوم لقيت ربنا سايب لك رسالة بيقول لك خلاص رزقك عندي اتقطع، ما بقاش ليك حاجة عندي؟ اليوم اللي رزق الإنسان بيتقطع فيه من الدنيا بيكون يوم وفاته، مش قبل كده بثانية. ولحد آخر نفس بتتنفسه انت رزقك موصول، لأن نفس الهوى ده رزق في حد ذاته. الهوى رزق، الأكل رزق، راحة البال رزق، الزوج الحنين رزق. واخدة بالك انت؟ هل كل العلاقات دي بقى لازم يكون مقدار الواجبات والحقوق فيها متساوي تماما عشان تكمل؟ هقول لك لا، مش شرط. انا عم اشرف البقال في اوقات كتير قوي بيقول لي خد بالباقي البان، وانا ما بحبش اللي بان اصلا، فبسيب له الباقي عن طيب